وديا يوم الأربعاء المقبل بملعب 5 جويلية بداية من الساعة 5 مساء. وقبل اللقاء المنتخب الفلسطيني سطر برنامجا لخوض حصص تدريبية، نعم هذا بالمركز التقني الوطني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، وكذا بأرضية ملعب مصطفى تشاكر. إذا مباراة الجزائر فلسطين ستكون أول خرجة بالنسبة للمنتخب الأولمبي الجزائري منذ مشاركته في كأس إفريقيا للأمم 2015 بالسنغال، والتي تأهل على إثرها إلى ألعاب ريو دي جانيرو 2016. هذا وبإمكان الجمهور الرياضي متابعة لقاء الجزائر فلسطين على القنوات الثلاث للتلفزيون الجزائري، القناة الثالثة، القناة الرابعة، وكانال الجيري. حقيقة هو فخر وشرف عظيم للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية وللفريق الفلسطيني أن يلعب على هذه الأرض الطاهرة، أرض الشهداء، أرض المليون شهيد، الأرض التي علمت الإنسان كيفية النضال وكيفية التحرير وكيفية الحصول على الاستقلال الكامل. نحن نتعلم من الشعب الجزائري بكل تضحياته، وإن شاء الله نحن نسير على درب الشعب الجزائري في التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. قوي للمنتخب الفلسطيني، وبالتالي هذا يعني عكس بالإيجاب على خبرة اللاعبين، ونحن دائما نسعى للاحتكاك مع منتخبات قوية وخصوصا مثل المنتخب الجزائري الأولمبي، وبالتالي يعني هي احتكاك رياضي وأيضا على المستوى يعني هناك محبة يعني أخوية بين الشعبين، وبالتالي هذا سينعكس رياضيا وأيضا يعني تعزيز العلاقات بين المنتخبين. في أرضنا الثاني هنا يعني احنا مبسوطين كثير بتواجدنا هنا، وإن شاء الله خير تقدم